اكنه دكتور وماسك فريسة وبيعمل فيها اللي هو عايزه. كل ده عشان يتصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ايه اللي حصل في شبرا؟ ايه اللي وصل بالانسان انه يعمل كده؟ كل ده عشان الدنانير، عشان الدراهم. طب وبعدين البني ادم وصل كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ كل ده عشان الدنانير والدراهم، ومواقع توصل بيها الدرجة ان هي تشير الكلام ده، وبني ادمين تتفرج على بني ادمين وهم بيحصل فيهم كده. ده الحيوانات عمرها ما عملت كده. الحيوانات لو حد شافها وهي بتعمل كده في فريستها بتستخبى وتسيبها وتجري. الانسان يعمل كده ويصور عشان انسان تاني يتفرج، عشان يبقى فيه دنانير ودراهم يصرفها على الاكل والشرب. طب هيجيله نفس ياكل ازاي؟ طب احنا نأمن على العيال ازاي؟ احنا الاول كنا بنخوفهم من الناس الغريبة، ومن الناس اللي هي متشردة، ان هي الناس اللي هي مسجلة. دلوقتي وصل الحال ان الناس او الشخص بيتصاحب على شخص عشان يعمل فيه كده مخصوص. يعني هو مخطط لها، يعني مخطط لها من بدري. بس انه يخطط كمان لسن 15 سنة. طب يعني ده لسه ولا اهله فرحوا بيه، ولا لسه شاف الدنيا، ولا لسه عمل اي حاجة في حياته؟ ليه يحصل فيه كده؟ برضو عشان الدنانير والدراهم. طب وبعدين هنخبيهم فين؟ هندخلهم بقى نعمل الشرنقة اللي هي بتاعت الدودة دي ونعلقهم في الشجر عشان محدش يطول الولاد يعني، ولا نعمل ايه بالظبط؟ ولا نخبيهم فين؟ يعني حد يقول لي، يا جماعة يا جماعة، حد يقول لي ليه طفل او ولد 15 سنة يتعامل فيه كده من واحد كبير عشان واحد تاني طلب منه عشان يبعت له الفلوس؟ كلنا عارفين القصة واللي حصل فيها. واهله الله يصبرهم يا رب ويعينهم على اللي هم فيه. والواحد مش عارف يقول ايه. يعني القضاء والقدر كان الاول خبطة عربية، خبطة عجلة، خبطة وقع من على الرصيف ووقع من هنا من هنا. انما ده هنقول عليه قضاء وقدر، ولا هنقول عليه مدبر، ولا نقول عليه ليه البني ادم وصل بيه لكده؟ ده انت يعني لو عملت كده في حيوان الناس كانت يعني هتقول عليك اكتر من كده. بني ادم، بني ادم تعمل فيه كده؟ يعني ولا صغير اترحم، ولا كبير اترحم، ولا متعلم اترحم، ولا مش متعلم اترحم. يعني المدرس اللي عمل في التلميذ عنده، ما ده مدرس ومتعلم. طب الراجل ده مش متعلم؟ يعني الاتنين عملوا نفس الموضوع، واحد كبير واحد صغير. هنقول ايه؟ ما فيش حاجة في ايدينا غير نقولها غير الدعاء. الله يحفظ اولادنا جميعا ويبعد عننا ولاد شر الحرام، وهم دول اللي احنا بندعي عليهم، اللي هم الشر. هم دول الشر اللي هم عايزينه نبعده عن ولادنا وعن حياتنا. هم دول نار جهنم. هم دول اللي جهنم كده هتقعد تطقطق منهم. ربنا يعفو عنا، ربنا يعفو عنا.